البدايات الأدبية عادة لا يتم تحديدها بتاريخ معين، ولكنها عبارة عن تراكم معرفي، تراكم بصري، تراكم ثقافي، تراكم في طرح الأسئلة. وهذه أعتقد يعني تكون من سمات الشخص نفسه. ربما تهيئ الطبيعة، ربما تؤثر به الجينات ليكون كاتبا أو شاعرا. ولهذا يعني أنا لا أستطيع القول بأنني بدأت في السنة الفلانية أو التاريخ الفلاني، ولكن أستطيع القول بأنني بدأت بكتابة الشعر، ثم انتقلت للقصة القصيرة، ثم انتقلت للرواية. ورصيدي في الروايات تقريبا 12 رواية حتى الآن. نشرت 3 مجموعات قصص قصيرة، ونشرت أيضا 6 مجموعات شعرية. وهكذا يعني هناك مراوحة ما بين الشعر وبين الرواية. القراءة بالنسبة لي مهمة جدا طبعا بصفتي كاتب يعني، وبصفتي إعلامي أيضا. لا يمكن أن يكون هناك كاتب بدون أن يكون في داخله قارئ مدمن على القراءة. وبالتالي يعني إذا لم يقرأ الكاتب تجد أنه يكرر نفسه بنفسه، تتكرر الأفكار، تتكرر الموضوعات، تكرر الأسلوب، اللغة. القراءة بالنسبة لي ككاتب، هنا أتحدث عن نفسي كاتب وليس كقارئ، القراءة تطور اللغة، تطور الفكر، تطور الصورة الشعرية إذا قلنا في الشعر، تطور آفاق، تطور الرؤية، تطور يعني كل العملية الإبداعية هي تتطور بالقراءة. ولهذا يعني هناك كتاب أنا قرأت عنهم بأنه كان يقرأ كل ما تقع عليه عيناه، أي شيء، ولا يحدد أنه كتب أنه قرأ رواية أو قرأ صحيفة، أي شيء، حتى إذا كانت كتيب صغير أو دعاية، كل شيء يقرأ أمامه. نحن يعني القراءة مستمرة. إذا كان في مجال العمل يحتم عليك القراءة، المجال الإعلامي يحتم عليك القراءة بشكل مستمر، والمجال الإبداعي أيضا يحتم عليك القراءة بشكل مستمر. آخر الكتب التي يعني قرأتها ولكن ليس بالكامل اللي هي المثقفون المزيفون. وبعديها قرأنا رواية لكاتب إماراتي اسمه سلطان العميمي، صندوق بريد 1003 تقريبا، وهي رواية جميلة. والآن أقرأ كتاب العرب في عيون اليابانية، وهو كتاب مثير للجدل يعني. نحن كواقع عربي، كشعب عربي، كأسلوب حياة عرب، في وجه، في عيون أكاديمي عربي مثقف، أكاديمي ياباني عفوا، مثقف ياباني. طبعا هذه ثقافة دقيقة جدا ومنظمة جدا ومبنية على الابتكار، ولديهم ملاحظات كثيرة كلنا نعرفها، ولكن أن يقتنصها هذا الياباني أنا وجدتها أنه شيء مهم. يعني صورتنا في عين الآخر، هذه ربما كثيرون لا يبحثون عن هذه الصورة، ولكن من المهم أن نرانا في عيون الآخرين. الكتابات، معظم الكتابات منذ 3 أو 4 سنوات كلها تحاول أن تتحدث على ما يسمى بالربيع العربي. حتى الجوائز الأدبية أعطت أولوية للمضامين التي تدور في فلك الاستبداد، فلك قمع الحريات، فلك ثورات الشعوب، البحث عن الحرية، البحث عن العدالة الاجتماعية. هذا القصدية هنا في الكتابة يعني خلقت مشكلة في الأسلوب، خلقت مشكلة في البناء الشعري، في البناء الروائي، حتى خلقت مشكلة في الكتب الأكاديمية، لأن ما يسمى بالربيع العربي لحد الآن لم تنتهي التجربة.
وهناك جدل كبير على هذه التسمية في الأساس، فما بالك على النتائج. حاولت قراءة بعض الروايات ولكن لم أستمر في قراءتها. يعني وجدته كأنه يكتب تقرير مفصل عن حرب معينة، أو يخطب، والخطابة غير مطلوبة في العمل الإبداعي. لو كنت في وطني لما نزفت شعرا، وما نسجت نثرا، وما رسمت لوحة، وما عزفت موسيقى، وما وقفت على مسرح ولا خلف الميكروفون. ففي وطني يقول لي الصباح كن فأكون، قصيدة على جناح فراشة، رواية في عيني فلاح، موسيقى في خصلات شعر عاشقة، لوحة على وجه غيمة حبلى، مطرا يهطل مني وعلي. لا فرق في وطني أن أكون عاقلا أو مجنونا، شجرة أو قبرة. ففي وطني يقول لي المساء كن جدولا، ويعني أن أكون نهرا وبحيرة، وأن أكون لغما يعتريه الصهيل إذ تمر مجنزرة. هناك كتب عديدة خاصة في البدايات. أنا في بداياتي كنت أقرأ أي شيء تقع عليه عيناي فعلا، وربما قرأت كتب في القانون لأنها كتب كانت متوفرة. أخي كان يدرس القانون، ولكن بعد ذلك بدأت أختار كتب تناسب الأسئلة التي تدور في ذهني. فمثلا انشغلت فترة طويلة في قراءة غسان كنفاني رحمه الله، وبقية الكتاب الفلسطينيين، جبرة إبراهيم جبرة، إميل حبيب، الكتاب المؤسسين تقريبا. ثم اتجهت إلى قراءة الكتب التي كانت تظهر في الاتحاد السوفيتي، مثلا تولستوي وديستوفسكي وإلى آخره. فأثر في كتاب الأخوة كرامازوف، مع أنه كتاب يعني كبير. وهناك كتاب أثر في جيل كامل ولا يزال يؤثر فيه، وهو الكاتب الداغستاني رسول حمزتوف، اسمه داغستان بلدي. وربما يعني اختيارنا للكتب تتعلق دائما بالوطن وبالشوق للوطن وبتعميق هذا الانتماء للوطن. لذلك كانت هذه النوعية من الكتب. ولكن بعد ذلك أنا يعني يهمني أن أقرأ بالفلسفة مثلا، في علم الاجتماع، في التاريخ، وهي كتب عديدة كما تعلم. لو بنينا المستقبل الثقافي في الوطن العربي على الحاضر الثقافي في الوطن العربي، ستكون الإجابة مقلقة جدا، لأن الواقع الثقافي حاليا واقع متشرذم وواقع مرتبك. هذا بشكل عام. الموضوع طبعا طويل جدا. أما بالنسبة للناحية مستقبل الكتابة، فأعتقد أنه يعني تكنولوجيا الاتصال والوسائل التواصل الاجتماعي والحركة السريعة في الحياة والموبايلات والإنترنت وغياب التأمل عن الشخصية العربية، أنا في هذه الحالة أضع يدي يعني على قلبي. لا أريد أن أقول موت الإبداع، ولكن سيكون هناك تراجع كبير في العملية الإبداعية في الوطن العربي، أو في عدد المبدعين القادمين في الوطن العربي.